بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة. فيما يخص المشكل ديال المياه اللي كيعاني منه المغرب منذ سنوات، من بعد توالي سنوات الجفاف ونقص المنسوب ديال المياه تقريبا في جميع السدود المغربية. فهذا مشكل اللي فارض راسو حاليا، لأن هذا ناتج بطبيعة الحال. إذا بغينا نهضروا هذه واحد النتيجة اللي وصلنا ليها بأي حال من الأحوال. بالتالي من هذا المنبر أن الناس خصهم أولا يحاولوا يقتصدوا من الاستهلاك ديالهم ديال المياه، وبالتالي نحافظوا على هذه المادة الحيوية، سواء المواطن العادي أو سواء المستثمرين أو سواء الناس اللي كيخدموا بهذه المادة كثيرا. والمسألة الأخرى هي مسألة ديال ترشيد هذه المادة هذه على المستوى الفلاحي، لأن نحاولوا نديروا واحد الفلاحة اللي كتوالم مع الموارد المائية ديالنا باش ما نضيعوش بزاف. لأن إذا لاحظنا أن التوجه ديال أغلب الفلاحة المغربية فهي كتستهلك واحد كم هائل من المياه. بالتالي إذا بقينا مستمرين على هذه الحالة فراه لا قدر الله ممكن من هنا لقدام ما نلقاوش ما نشربوا. تحياتي. بالنسبة للنصيحة للجميع المواطنين والمواطنات وجميع المستثمرين وكاع المتداخلين في هذا الموضوع هذا، فاليوم هذا واقع كنعيشوه، ما عندناش من نهربوا عليه. إذا ما بديناش حنا من ريوسنا باش أن نقلوا من هاد المادة، من الاستهلاك ديالها ومن الضياع ديالها، راه غادي نوصل لواحد الحالة أسوأ من هاد الحالة اللي حنا أصلا فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كنشكروا منبر أخبارك بوان ام على هذه البادرة الطيبة اللي كتحث الناس على أنهم يعني يستغلوا الماء أو بطريقة معقلنة كما كنقولوا، لأن المغرب خلال هذه الست سنوات الماضية كيعرف واحد الجفاف اللي هو جفاف مهول، اللي الحقينة ديال السدود راه وصلت يعني أدنى مستوياتها منذ عقود. وكما كنتكلموا على السدود كذلك كنتكلموا موازاه مع يعني الفرصه المائيه الباطنيه انها حتى هي اندثرت او فيها واحد النقصان كبير جدا. وهذا كيرجع لمجموعه من العوامل، منها عوامل فلاحيه ومنها عوامل انسانيه وعوامل الجذب والجفاف كما كنقولوا. ومن هذا المنبر هذا كنحثوا الناس يعني كنقولوا لهم انهم يقتصدوا في الماء، ان الماء راه ما كاينش، ان الماء راه اصبح ماده ضروريه للحياه، اكسير الحياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعيد المسعودي فاعل جمعوي بمدينة أكادير. اليوم كما كتشاهدوا يعني المغرب كيشهد واحد الأزمة في المجال القطاع ديال الماء. بطبيعة الحال هنايا كاين مجموعة من المنابر الإعلامية كتشتغل على هذا الموضوع، وكنتمنوا من الساكنة ومن المواطنين عامة أنهم يعني يديروا تدبير المياه، ولا سيما انه كنعيشوا كما قلت في الاونه الاخيره ازمه الجفاف. وايضا يعني هذه الازمه هذه اللي غادي تسبب واللي غتخلق مجموعه من المشاكل اللي يعني عندها علاقه بالعطش، وعندها علاقه كذلك يعني الحرب الاخيره اللي قلنا ربما غادي تكون وهي الحرب ديال الماء. وبالتالي كما كتشاهدوا السدود خاويين، الابار ما فيهمش الماء. بطبيعه الحال الدوله راها يعني كدير الخدمه ديالها، كدير الاجراءات ديالها القانونيه، ولكن لازم اننا نديروا حملات تحسيسيه توعويه للمواطنين بخصوص هذا الموضوع ديال الماء، انهم يديروا ترشيد استهلاك الماء وما يستعملوه في جميع يعني الوسائل المتاحه، او لا كذلك في مجموعه من المجالات، او ايضا في مجموعه من الامور. انما خاصهم يديروا ترشيد استهلاك الماء، وكذلك يحاولوا ما امكن انهم يقتصدوا في الماء وما يخسروش، لانه اصلا هو نعمه من نعم الله تعالى، لازم اننا نحافظوا عليها. بالتالي باش ما تضيعش اكثر ما ضاعت. شكرا.